النهار معاشا وبنينا فوقكم. ركز يا جماعة على أحكام النون والمشددة وحكم الإظهار وحكم الإدغام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. نقف عندنا ونقرأ مرة كمان ونركز برضو على الأحكام. وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. نكمل في الآيات ديت. هنلاحظ كده حبا ونباتا. كلمة حبا ونباتا فيها حكم ايه؟ اتفضل. حبا ونباتا فيها حكم ادغام. ادغام ايه في ايه او ليه؟ ايه السبب؟ لان في تنوين وجاي بعديها وحرف الواو اللي هم في كلمة يرملون. يبقى جميل جدا، جزاكم الله خيرا. يبقى نحفظ كده يا جماعة، انا عينيا على النون الساكنة او التنوين والحرف اللي بعدها. حبا فيها تنوين وبعدها حرف من حروف يرملون، يبقى اذا فيها ادغام. عشان كده قلتها ايه؟ حبا ونباتا، ما قلتهاش حبا ونباتا. لو حبا ونباتا يبقى انا عملت اظهار، انما انا هنا عملت ايه؟ ادغام. حبا ونباتا. طيب وجنات ألفافا فيها حكمين تقدروا تقولهم لنا؟ جنات ألفافا فيها حكمين خدناهم. مران انت معايا؟ طب قول لنا حكم واحد يعني اللي يجي على بالك. اظهار ايه في ايه ولا مين في مين؟ كم النون مع الهمزة. جميل جدا. احنا عندنا يا جماعة حرف الالف اللي معتادين ان احنا نقول عليه الف، ده زي كلمة الفافة ما اسموش الف، هو اسمه همزة. انما الالف بنقولها على الف المد اللي هي مثلا الفاء اللي هي بعد الفاء ديت، ده الالف. خلاص.
احنا عندنا الجملة الجميلة اللي بتميز حروف الإظهار ايه؟ انا اسف. الجملة اللي هي بتجمع لنا حروف الإظهار ايه هي؟ إن غاب عني حبيبي. ايوه، همني خبره. ماشي، كلام جميل، جزاكم الله خيرا. يبقى إن غاب عني حبيبي همني خبره، الهمزة من ضمنها. بناخد أول حرف من كل إيه، من كل كلمة. طيب، في حاجة تانية، جنات. كلمة جنات لوحدها يا محمد، النون بتاع الجنات التشكيل بتاعها إيه؟ يا ترى متحركة ولا ساكنة ولا مشددة؟ أنهي واحدة من الثلاثة اللي قلناهم في الأول؟ مشددة. مشددة، يبقى حكمها بسميها حرف غنة، تغن مقدار حركتين. هقولها ازاي يا محمد؟ انطقها كده الكلمة دي لوحدها. كلمة، ممكن تقول لي يا مستر كلمة تانية؟ كلمة جنات عايزك تقولها لي بالتجويد بقى. هتقولها ازاي؟ اذا كان عندك نون مشددة تغن مقدار حركتين، تقولها ازاي؟ وجنات. جنات. ماشي، ولا تاني بقى كده؟ جنات. يبقى زي ما احنا قلنا كده، جنات الفاف. جزاكم الله خيرا. عليكم السلام يا بسنت، اهلا وسهلا بك. في حاجة انا عايز اخلي بالي منها، ان في فرق يا جماعة بين احكام التجويد وبين الترتيل وتحسين الصوت والكلام ده. انا يعني مثلا ممكن اكون بقرأ يعني بحاول احسن الصوت شوية، وهنا حاجات كده ايه يعني نوع من انواع الايه التلحين بالقرآن في ضمن الايه الالحان المقبولة. لكن دي حاجات احنا بنتعلمها ونكتسبها بمهارات شخصية مختلفة، وممكن نبقى ايه قاعدين مع بعضينا كده، انت او حضرتك بناخد من الشيخ وبنتعلم منه طريقة الالحان دي حاجة بسيطة وسهلة. لكن القضية الكبرى اني اتعلم نطق التجويد، نطق احكام التجويد. يعني لما انا مثلا محمد اقول له انطقها لي، مش هحتاجه بقى يقول لي وجنات، انا يكفي ان هو يقول لي وجنات. والله لو اضاف اليها تحسين صوت جزاكم الله خيرا، لكن ما يجيش على حساب التجويد. ويبقى وجنات الفافا. ان يوم الفصل كان ميقاتا. ان يوم الفصل كان ميقاتا. اعتقد مدام انتصار مشددة. مشددة. يلا اقرأي. اقرأي الآية يا نوران. إن يوم الفصل كان ميقاتا. كلام جميل. طيب يا بسنت، احنا فاتحين المصحف على سورة النبأ، واحنا قرأنا لحد الآية 16. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. كلام جميل. يعني أعتقد ان الامور بقت شبه واضحة عندنا. تعالوا بقى نمسك كلمة يرملون ديت ونفرتكها ونفصصها، وهنلاقيها بتنقسم الى قسمين. ليه؟ احنا بنقول ان في مع حرف النون صوت بيخرج ما ينفعش انطق النون من غيره. حد عندي برد بيبقى العملية صعبة يعني وبيخرج من الانف. مين يرفع ايده؟ ده سهلة. انا عندي على فكرة المفروض في يعني قدامي 6، يبقى 6 من 6 عارفين الموضوع ده.
يعني سهل جدا. ايه هو الصوت ده؟ بسميه ايه؟ اول حرف منه غين. غنة. كلام جميل جدا. ماشي، جزاكم الله خير. طب يعني نحاول لو في اي مشكلة اثناء الكلام ممكن نقرب المايك شوية، يعني نحاول كده يكون ايه في مرونة في التعامل يعني مع الصوت. طيب يبقى الغنة هو الصوت اللي بيخرج من الأنف عند النطق بالنون. تعالوا نميز الإدغام في كلمة يرملون، خلاص، في المثالين اللي جايين دول. لما اجي انطق مثلا واقول ايه؟ وجوه يومئذ، وجوه يومئذ. انا بقى عايزكم تكرروا المثال لوحدكم، وكل واحد وهو بيقول وجوه يومئذ ديت يبدأ يروح دايس على الأنف كده يكتمها خالص ويجرب يقول وجوه يومئذ. هنقول وجوه أنا ما كملتش، ما عرفتش، تعبت. يعني نحاول كده، هتلاقي فعلا في صعوبة. لكن تعالوا ناخد مثلا وليكن مثال من المجموعة دي. من ربك. من ربك هننطقها ازاي في الادغام اما اجي اضم كلمة من ربك؟ اتفضلي يا مدام. من ربك. من ربك. من ربك. طيب كويس. ده هتفرق عن مثلا مثال من امثلة المجموعة الاولانية. حضرتك حاولي كده تفتكر لنا احنا قلنا ايه في المجموعة الاولانية من الامثلة معايا؟ لا مش فاكرة. وجوه يومئذ مثلا، وجوه يومئذ هنقولها ازاي؟ وجوه يومئذ. وجوه يومئذ. بس جميل، بس بحاول ان انا اديها يعني ايه زيادة شوية. هنشوف دلوقتي. وجوه يومئذ الفرق ايه؟ الفرق قلنا لما اجي اكتم الغنة خلاص او نطق بالغنة في الامثلة الاولانية صعبة، انما الامثلة دي ممكن تكون شبه عادية. من ربك، وهتحط ايدك برضو تقفل الانف. من ربك برضو العملية مش هتبقى صعبة اوي. ايه اللي خلى هنا فيه صعوبة وهنا مفيش صعوبة؟ اللي خلى في الامثلة دي مفيش صعوبة هي عملية وجود غنة او لا. اذا يا جماعة الادغام هينقسم معايا القسمين: ادغام بغنة وادغام من غير غنة. ادغام بغنة وادغام من غير غنة.